بيبدأ الفيلم في أسبانيا بمحامي اسمه مانيل وزوجته خوليا، وبنشوفهم قاعدين في بيت أخت مانيل اللي اسمها بيلين، وبنشوف مانيل وهو بيلعب مع ابن أخته وبيفرجوا على فيديوهات للقطة بتاعته، وبيكون واضح من نظرات خوليا إن هي متضايقة جدا لأن نفسها تخلف من زمان، ولكن جوزها معترض على الفكرة. وبعد شوية بيستأذن مانيل علشان يمشي وبيروح يودع أخته وبيطلب منها تبقى تسلم له على جوزها، فبتعتذر له أخته إن جوزها مش موجود معاهم لأن هو عنده مهمة عسكرية. وبعدها بيروح مانيل يركب العربية مع مراته وبيمشوا، وطول الطريق بتفضل خوليا متضايقة وما بتتكلمش معاه، فبيسألها مانيل عن اللي مزعلها، فبتقول له خوليا إن هي نفسها تخلف جدا ومش فاهمة هو ليه معترض على الفكرة بالرغم من إن هو بيحب الأطفال، وبتفهمه إن سنها كبر وممكن ما تقدرش تخلف بعد كده. وفجأة بتظهر عربية وبتخبطهم، ومع الأسف الشديد خوليا بتموت. وبعد سنة كاملة بنشوف إن مانيل بقى عايش لوحده ودخل في حالة اكتئاب شديدة بعد موت مراته، وبيكون حاسس بالذنب الشديد لأنه اتخانق معاها قبل ما تموت ومرضيش إن هو يحقق لها آخر أمنية كان نفسها فيها. وفي اليوم ده بيسمع مانيل في الأخبار إن في فيروس جديد بدأ ينتشر في العالم كله، والفيروس ده هيكون أخطر من كورونا بمراحل، ولكن مانيل ما بيهتمش بكل الكلام ده. وبعدها بيروح يقابل المشترين اللي المفروض هيشتروا منه القارب بتاعه، وبنعرف إن هو عاوز يبيع القارب بتاعه بأي شكل لأنه بيفكره بمراته. وأول ما بيدخل للقارب بيفضل يسترجع كل ذكرياته القديمة مع مراته، وبيفتكر لما اشترت له أول بدلة غطس لبسها في حياته لأن هي عارفة إن هو بيحب الغطس جدا. وبالليل بيرجع مانيل للبيت وبيتصل على أخته علشان يطمن عليها، وبيقول لها إن هو ما باعش القارب بتاعه وبيطلب منها تشوف له مشترين جداد، فبتوعده أخته إن هي هتظبط له الموضوع ده. وبتقول له كمان إن في أخبار بتقول إن الفيروس الجديد اتحور وبقى شرس، وقاعدة الجيش اللي جوزها بيشتغل فيها قرروا ينقلوهم لجزر الكناري علشان يكونوا بعيد عن مصدر الفيروس لأن ده المكان الوحيد اللي الفيروس ما انتشرش فيه. وبتطلب منه أخته إن هو يسافر معاهم، وبتقول له إن هي بالفعل حجزت له كرسي في الطيارة اللي بعدهم لأن ما كانش فيه مكان فاضي في الطيارة بتاعتهم. وتاني يوم الصبح بنشوف مانيل وهو بيجهز علشان يروح المطار، وأول ما بيخرج من البيت بيتفاجئ إن معظم جيرانه بيلموا حاجتهم ومهاجرين بره المدينة. فهنا مانيل بيبدأ يقلق وبيحس إن في حاجة غريبة بتحصل، لكنه ما بيحطش الموضوع ده في دماغه علشان ما يقلقش نفسه على الفاضي. وبعدها بيتحرك على المطار، ولما بيوصل للمطار بيتفاجئ إن كل الرحلات اتلغت، وفي نفس اللحظة بيوصل لهم رسائل تحذيرية على الموبايل إن الفيروس دخل لأسبانيا. وطبعا الموضوع ده بيسبب حالة ذعر بين الناس، وبيبدأوا يتخانقوا مع موظفين المطار لدرجة إن في واحد من الناس بيمسك سلاح وبيبدأ يهاجم الموظفين لأن هم مش عاوزين يدخلوه الطيارة. وبعدها على طول بتتصل بيلين على أخوها وبتطلب منه يرجع على البيت فورا لأن الفيروس بدأ ينتشر في أسبانيا، وبتطمنه إن هي هتحاول تجيبه عندها في أقرب فرصة. فبيروح مانيل يركب عربيته علشان يرجع البيت، ولكن المشكلة هنا إن الطريق بيكون واقف والعربيات ما بتتحركش من مكانها، وده بسبب إن كل الناس راكبين عربياتهم علشان يهربوا بره المدينة. فبيضطر مانيل إن هو يسيب عربيته وبيرجع للبيت ماشي على رجليه. وبالليل بيوصل مانيل للبيت بتاعه وبيتفاجئ لما بيلاقي الشرطة والإسعاف منتشرين في كل مكان ومحاصرين بيت واحد من جيرانه، وبيكتشف هنا إن جاره اتصاب بالفيروس والحكومة عاوزة تاخده للحجر الصحي. والغريب إن جاره ده بيتصرف بطريقة عنيفة جدا زي الحيوانات، وبيحاول إن هو يهاجم رجالة الشرطة لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه في الآخر. والمفاجأة هنا إن الفيروس الجديد ده بيحول الناس لزومبي، وطبعا مانيل بينصدم من اللي بيشوفه وبيستوعب أخيرا حجم الخطر اللي هو فيه. وتاني يوم بنشوف مانيل وهو بيتفرج على الأخبار وبيلاقي إن في مئات من الناس اتصابوا بالفيروس وتحولوا لزومبي، وحاليا الحكومة ما بقتش قادرة تسيطر على الوضع. فبيقرر مانيل إن هو يعمل حجر الصحي لنفسه في البيت، وبينزل للسوبر ماركت علشان يشتري شوية طلبات تكفيه. ولكن لما بيوصل للسوبر ماركت بينصدم من المنظر اللي بيشوفه لأنه بيلاقي الناس كلها اتصابت بحالة هلع وبيسرقوا كل المنتجات اللي في السوبر ماركت، وبيكون مانيل مش لاقي أي حاجة ياخدها. فبيخرج من السوبر ماركت وبيلاقي ضابط طالع يجري عليه وهو مصاب، فبيدخل يستخبى في السوبر ماركت وبيقفل على نفسه. وفجأة بيسمع مانيل صوت شخص تاني بيصرخ، ووقتها بيتفاجئ قدامه بزومبي بيهجم على ضابط تاني وبيعضه. وأول ما الزومبي بيشوف مانيل بيطلع يجري عليه علشان ياكله، ولكن وقتها الضابط بيطلع سلاحه وبيخلص على الزومبي وبيطلب من مانيل إن هو يهرب بسرعة. وبالليل بيرجع مانيل للبيت وبيقفل الأبواب والشبابيك
كويس، ووقتها بتوصل له رسالة على الموبايل إن الجيش هيخلي المدينة اللي هو فيها وإن هم هينقلوا كل السكان لمنطقة تانية. وطبعا مانيل بيكون مش واثق لو المكان اللي هيروحوا ده أمان ولا لأ، فبيقرر يفضل مستخبي في بيته. وبعد مرور ساعات الجيش بيوصل وبيبدأوا يخلوا المدينة، ولكن مانيل بيفضل مستخبي في بيته لحد ما بيمشوا علشان ما ياخدوش بالهم إن هو موجود. وبعد مرور أسبوعين بنشوف إن المدينة بقت فاضية تماما، والمشكلة هنا إن كل وسائل الاتصالات اتقطعت. وطبعا مانيل ما بقاش قادر إن هو يتواصل مع أخته، كل أخبارها اتقطعت. وبعدها بيقرر مانيل إن هو ينزل الشارع علشان يدور على أكل، وفي البداية بيلبس بدلة الغطس بتاعته علشان تحميه من عضات الزومبي. وبعدها بيبدأ رحلته في البحث عن الأكل، وبيفضل مانيل يلف على كل البيوت اللي في المدينة ولكنه بيلاقيها فاضية لحد ما بيوصل لبيت ست عجوزة اسمها جبريال، وبيلاقيها قاعدة لوحدها وبيتها فاضي برضه. فبيسألها مانيل هي ليه قاعدة لوحدها وما سافرتش مع أهلها، فبتقول له جبريال إن ابنها سابها لوحدها لأن هي مشلولة وكان صعب جدا عليه إن هو ياخدها معاه. فبيحس مانيل بالشفقة ناحيتها وبيطمنها إن هو هيفضل جنبها. وبعدها بتقول له جبريال على شوية بيوت حواليهم ممكن يلاقي فيها أكل، وبالفعل بيلف مانيل على كل البيوت دي وبيلم كل الأكل والمؤن اللي فيها. وبعدها بيرجع لجبريال تاني وبيقعدوا ياكلوا سوا. وبالليل بيكون مانيل قاعد يشرب لوحده، ووقتها بيلاقي الراديو اشتغل فجأة وبيسمع صوت شخص بيطلب من كل الناجين إن هم يروحوا الجزر الكناري لأن ده آمن مكان ليهم، وبيقول لهم إن الفيروس لسه ما وصلش لهناك. فبيتواصل مانيل مع جبريال عن طريق اللاسلكي وبيطلب منها تجهز نفسها علشان تروح معاه الجزر الكناري، ولكن جبريال بتقوله إن هي مشلولة وهتكون عبء عليه، وبتطلب منه يروح لوحده علشان ما تتعبوش معاها. ولكن مانيل بيرفض يسيبها لوحدها وبيصمم تروح معاه. وتاني يوم بنشوف إن مانيل جهز كل حاجته وبيروح لجبريال، لكنه لما بيوصل عندها بيلاقيها ميتة، وبيعرف إن هي أذت نفسها علشان ما تضطرش إن هي تسافر معاه وتكون عبء عليه. وبتكون سايباله جواب بتشكره فيه على كل اللي هو عمله معاها. وطبعا مانيل بيزعل جدا وبيخرج من البيت وهو محبط، وفجأة بيلاقي زومبي هجمت عليه، ولكن بيقدر مانيل يخلص عليها. وبعدها بيرجع بيته وبيفضل يشرب ويفكر هيعمل ايه لحد ما بيقرر ان هو يهرب عن طريق البحر. فبياخد قطته والموتوسيكل بتاعه وبيتحرك ناحية الميناء، وفي الطريق بيتفاجئ بهجوم عدد كبير جدا من الزومبي، فبسرعة بيزود سرعة الموتوسيكل على الآخر وبيقدر يهرب منهم. ولما بيوصل للميناء بيقفل عليه باب كويس علشان ما يقدروش يقربوا له، وبعدها بيدخل المركب بتاعه وبيحاول يشغله ولكنه بيكون عطلان. فبيضطر مانيل ان هو يركب قارب النجاة وبيتحرك بيه، ولكن بالليل القارب بيعطل بيه في نص البحر. وطبعا بيكون مانيل مش عارف يتصرف ازاي، ولحسن حظه ان هو بيلاقي سفينة جاية عليه، فبيفضل يشاور لهم لحد ما بيعرفوا له وبياخدوه معاهم على السفينة بتاعتهم وبيجيبوا له اكل. وبعدها اصحاب السفينة بيروحوا يقعدوا مع مانيل وبيعرفوا ان هم من اوكرانيا، وبيكون في شخص منهم اسمه فيكتور بيعرف يتكلم اسباني، فبيفضل يترجم لاصحابه كلام مانيل. وبيلاحظ مانيل ان قبطان السفينة واللي معاه بيتعاملوا معاه ببرود، لكنه ما بيحطش الموضوع في دماغه لانه محتاج لهم. وبالليل بيكون مانيل نايم وفجأة بيصحى على صوت دوشة، فبيبص من الشباك وبيلاقي مجموعة من الناجين وصلوا للسفينة على قارب نجاة. وتاني يوم بيقعد مانيل مع طاقم السفينة وبيطلبوا منه ان هو يقول لهم على اماكن مصانع الاسمنت اللي في المدينة. وطبعا مانيل بيستغرب جدا من طلبهم وبيكون مش فاهم هم محتاجين الاسمنت في ايه، لكنه بيضطر يقول لهم على اماكن مصانع الاسمنت. وبعدها بيستغرب مانيل ان هو مش شايف الناس اللي وصلوا امبارح على قارب النجاة، فبيروح يسأل فيكتور هم الناس اللي وصلوا امبارح راحوا فين. فبيتوتر فيكتور من سؤاله وبيقول له انه مفيش حد وصل امبارح، ولكن مانيل بيكون متأكد ان هو بيكذب وبيسأله هم عملوا فيهم ايه بالظبط. ففيكتور بيطلب منه ما يفتحش الموضوع ده لو عاوز يعيش. فهنا بيتأكد مانيل ان في حاجة غلط بتحصل على السفينة دي وبيقرر ان هو يهرب. وبالليل بنشوف مانيل بيجهز نفسه وبيستعد علشان يهرب، ولكن وقتها بيلاقي أسرى مربوطين في السفينة من تحت، وبيكونوا هم دول نفس الناس اللي وصلوا امبارح على السفينة. فبسرعة بيروح مانيل يفكهم، ولكن وقتها بيوصل عنده واحد من طاقم السفينة وبيخلص على واحد من الأسرى وبيستعد علشان يخلص على مانيل. ولكن في نفس اللحظة فيكتور بيدخل عليه وبيشتبك معاه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيموت. وبعدها بيقرر فيكتور يهرب مع مانيل، فبياخدوا قارب نجاة وبيهربوا هما الاتنين. ولكن أثناء هروبهم طاقم السفينة بيشوفهم وبيفضلوا يضربوا نار عليهم وبيقدروا يصيبوا فيكتور في كتفه،
فبيتحرك منيل بأقصى سرعة عنده لحد ما بيهرب بعيد عن السفينة، وبعد شوية وقت بيوصلوا للشط، وبعدها منيل بيركب عربية مع فيكتور وبيتحركوا ناحية أقرب مستشفى علشان يعالج إصابة فيكتور. وبيكون منيل عارف إن فيه هليكوبتر موجودة في المستشفى وبيكون ناوي ياخدها علشان يسافر بيها لجزر الكناري. وبعد شوية وقت بيوصلوا قدام المستشفى، ولكن بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الزومبي قدامهم، فبينزل منيل من العربية وبيبدأ يقاتلهم. وبعدها بياخد فيكتور وبيدخل بسرعة للمستشفى وبيسيب فيكتور لوحده في أوضة لحد ما يروح يدور على الأدوات اللي هيشيل بيها الرصاصة من جسمه. وفي الأثناء دي بيسمع صوت ناس في المستشفى، فبيفضل ماشي ورا مصدر الصوت وبيتكلم معاهم بصوت عالي وبيقول لهم إن هو محتاج مساعدتهم لأن معاه شخص مصاب. ووقتها بيخرج له ممرضة ودكتورة أو بيكون معاهم 3 أطفال أهاليهم ماتوا. وبعدها الدكتورة بتاخد فيكتور لأوضة العمليات علشان تشيل الرصاصة. وبالليل بيقعد منيل مع الممرضة والدكتورة وبيسألهم عن الأطفال اللي معاهم، فبيقولوا له إن الأطفال دول أهاليهم ماتوا في المستشفى وملهمش حد يعتني بيهم. وفي اليوم اللي بعده بيقدر منيل يعرف مكان الهليكوبتر، ولكن المشكلة هنا إن الزومبي بيكونوا منتشرين حواليها. وفي اللحظة دي موبايله بيلقط شبكة وبيلاقي إن أخته بعتله رسائل كتير جدا من وقت بداية الكارثة اللي حصلت، فبيفضل منيل يتفرج على الرسائل وهو منهار من العياط. وبعدها بيبعت رسالة لأخته بيطمنها فيها على نفسه وبيقول لها إن هو هيجيلها قريب جدا. ومرة واحدة بيسمع منيل صوت ضرب نار، فبيبص تحته وبيتفاجئ إنه القبطان وعصابته وصلوا للمستشفى. وطبعا منيل بيترعب أول ما بيشوفهم، فبيروح بسرعة ياخد الناس اللي معاه علشان يهربوا في الهليكوبتر. وأثناء هروبهم بيظهر قدامهم زومبي وبيعض الدكتورة، وطبعا الدكتورة بتكون عارفة إن هي هتتحول لزومبي بعد لحظات، فبتطلب منهم يمشوا ويسيبوها وبتوصيهم على الأطفال اللي معاهم. فكلهم بيودعوا الدكتورة للمرة الأخيرة وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيلاقوا بوابة الخروج قدامهم. ولكن المشكلة هنا إن المكان كله بيكون محاصر من الزومبي، وأي حركة بسيطة هتخلي الزومبي يسمعوهم ويهجموا عليهم. فمانيل بيفضل يراقب الزومبي وبيشاور للناس اللي معاه علشان يعدوا من البوابة بالراحة. فالممرضة بتاخد طفلين من اللي معاها وبتعدي بيهم، وبعدها فيكتور بيعدي وراهم وبيكون مش باقي غير طفلة واحدة واقفة في مكانها وخايفة تتحرك. فمانيل بياخدها وبيبدأ يتحرك بالراحة ناحية البوابة، ولكن وقتها الزومبي بيسمعوهم وبيحاولوا يهجموا عليهم. فبسرعة مانيل بياخد الطفلة اللي معاه وبيروحوا يستخبوا في أوضة. وفي نفس اللحظة العصابة الأوكرانية بتوصل للمكان وبيبدأوا يقتلوا في الزومبي، وطبعا محدش فيهم بيكون عنده فكرة إن مانيل موجود في المكان. وبعد ما مانيل بيطمن إن العصابة مشيت بيخرج برا الأوضة مع الطفلة وبيروح يقابل باقي الجماعة اللي معاه. ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا الهليكوبتر واقفة قدامهم، ولكن المشكلة هنا إن الزومبي بيكونوا واقفين حوالين الهليكوبتر. فهنا مانيل بتجيله فكرة علشان يعرفوا يعدوا من وسط الزومبي، فبيجيب كل الاستندات الحديد اللي في المستشفى وبيحوطوا نفسهم بيها وبيبدأوا يتحركوا وسط الزومبي. وطبعا الزومبي ما بيقدروش يقربوا لهم ساعتها وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للهليكوبتر. وبعدها كلهم بيركبوا وبيحاولوا يشغلوها، ولكن بيكونوا لسه مش عارفين. ووقتها الزومبي بيهجموا عليهم تاني، فبينزل مانيل من الطيارة وبيبدأ يقتل فيهم لحد ما فيكتور بيشغل الهليكوبتر. ولكن من سوء الحظ ان العصابة بتوصل عندهم في اللحظة دي وبيهجموا عليهم علشان يسرقوا منهم الهليكوبتر. فهنا مانيل بتجيله فكرة تانية وبيفتح البوابة الحديد وبيخلي كل الزومبي يهجموا على العصابة. وفي نفس اللحظة بيقدر فيكتور يشغل الطيارة أخيرا وبيطير بيها وبيحدف حبل المانيل علشان يطلع عليه. فبسرعة بيمسك مانيل في الحبل وبيبدأ يتسلقه لحد ما بيوصل للهليكوبتر، وبيكون سعيد جدا بالإنجاز اللي هو حققه. وبعد كام ساعة بيجي اتصال لمانيل من أخته، فبيقول له هو متحمس إن هو جاي عندها خلاص، ولكن أخته بتطلب منه يرجع تاني وبتصدمه إن الزومبي هجموا على جزر الكناري والوضع خطير. وطبعا بينصدم مانيل من اللي بيسمعه، بيكون مش عارف يروح فين وبيخلص الفيلم.